مساء الفل عليكم، معاكم سهام. بما اني في مارت حبيت اصور لكم شويه فيديوهات كده سريعه صغيره كده على السريع، فهوريكم الفيديو السريع ده. كذا حد سألني عايزين حاجات للدايت، حاجات تساعد على الشبع وكده، فده حلو قوي الشيا سيدز. حتى لو عملت سيرش عنها البذور الشيا هتلاقوا فوائدها كتير جدا جدا، حتى اللي عنده مشاكل في المعده، مشاكل في القولون والحاجات دي حلوه قوي. يعني ممكن تحطوها. انا مره نزلت لكم فيديو ان انا بحطها على الزبادي وبسيبها ان هي تتنفش كده، تنفش، يعني هي بتنفش، بعد كده باكلها. ممكن تقطع عليها فواكه وتحط عليها مكسرات وتبقى وجبه حلوه كده، وجبه فطار او وجبه سناك كده في اليوم. فدي ممكن تجربوها وتعملوا سيرش وتشوفوا الفوائد بتاعتها ايه وتشوفوا الدنيا بتاعتها. في حاجة تانية برضو، الفلاكسيد دي بذور الكتان. بذور الكتان دي بنستخدمها في ايه؟ ممكن تعملوا منها كوكيز زي كده، تعملوا منها العيش المشبع اللي انا نزلته لكم قبل كده. ممكن كمان تستخدموها للشعر. يعني انا كنت بعملها، باخد مثلا كوباية مية على معلقة كبيرة من ده وبتغلي على النار. هنزل لكم الفيديو بتاعها، هعملها لكم في مرة، لان انا اديلي فترة يعني كنت بعملها ورجعت اعملها تاني. بتعمل حاجة مادة زي الجل كده، بتصفوها وتحطوا عليها كام نوع زيت كده وتبدأوا تعملوا بيها حمام زيت. حلوة جدا ومفيدة جدا جدا. لو عملتوا سيرش بجد هتشوفوا الافادة بتاعتها، يعني كمية افادة فظيعة فيها كده. حبيت اوريكم الحاجتين دول. طبعا لو مشيتوا كده على باقي الحاجات هتلاقوا بقى دقيق وهتلاقوا حاجات تانية. هتلاقوا الخميرة اللي الناس سألت عليها، دي خميرة بس دي بواكي. دي خميرة اللي هي البواكي العادية زي بتاعت مصر اللي هي البواكي الصغيرة، ودي برضو خميرة. بس في ناس جربت النوع ده فشكروا فيها، قالوا ان دي حلوة قوي. طبعا الدقيق اهو هتلاقوا الهول ويت موجود اهو. الهول ويت بصوا ده، وفي اللي هو الدقيق العادي اللي هو الابيض. زي ما انتم ماشيين كده هتلاقوا برضو البيكنج صودا اهي عاملة $1.47. في برضو اكيد البيكنج باودر اهو، ناس كتيرة قالت عليه حلو. ده البيكنج باودر. بصوا العلبة حلوة، تقعد معكم فترة جميلة، $1.98. طبعا الفانيليا هنا ليكويد، فانا الليكويد انا ما جربتوش صراحه يعني. في طبعا الخل عشان الناس اللي لسه جايه جديد ومش عارفه الدنيا دي فين. ادي كل انواع الخل اهي، حتى خل التفاح موجود. في ناس قالت ان هي بتاخد خل التفاح ده على الريق وكده بس انا عن نفسي بيتعب معدتي. فلو حابين تعملوا منه خلطات وحاجات اعملوا سيرش وشوفوا الحاجه المفيده وامشوا عليها، يعني ما تمشوش زي ما اي حد بيقول. طبعا هنا الزيوت بتاعه الاسبري كلها، لو انتوا عاملين دايت او اي حاجه تقدروا تاخدوا زيوت زي كده، زي زيت الافوكادو، في زيت الزيتون، حاجات كتيره تقدروا انتوا تستخدموها. طبعا هنا في الزيت العادي، دي الزيوت العاديه كلها. وفوق هنا في زيوت الاكل بس حاجات صغيره، يعني ممكن تجيبوا من سامز او كوسكو حاجات اكبر. بس لو ما عندكوش اشتراك في سامز انا بوريكم الحاجات المتاحه في والمارت وكل الستورز علشان تقدروا تجيبوا اللي انتوا عايزينه. في كمان ده زيت جوز الهند، شايفين هو عشان هو خام، شايفين التقل بتاعه عامل $10.88. وادي باقي الزيوت اهي. وادي الزيوت التانية دي كلها في الغالب بتاعت سلطات، اللي هي الحاجات اللي في ازايز غامقه كده في الغالب. يعني كذا حد قال ان هي بتاعت سلطات، يعني ما ينفعش ان هي يتعمل بيها اكل يعني على النار وكده. في زيت اوليف اويل اهو عامل $37.92. وفي ده بس انا بصراحه يعني بجيبه من كاسكو او سامز، في الغالب هناك بيبقى اوفر في السعر شويه. طبعا زي ما احنا ماشيين مكملين بتلاقوا الادوات المنزليه هنا، شويه حاجات كتير تقدروا ان انتوا تشوفوا. بس لو ما تروحوا السوبر سنتر بتلاقوا الحاجات دي اكتر يعني، لكن ده عشان نيبرهود فالحاجات صغيره قوي مش كتيره يعني. بصوا كل دي حاجات ادوات منزليه، بس حاجات بصراحه قليله مش كتيره، فمش هتعرفوا ان انتوا تختاروا منها يعني.
في بقى هنا حاجات الكيك، كل دي الكيك الباودر، دي حاجات التزيين بتاعه الكيك، والفارماسي بتاع مثلا بيتي فور، لانكشاير، حاجات زي كده. زي ما انتم ماشيين هتلاقوا بقى الحاجات بقى، حاجات التزيين الكيك كتيره كتيره هنا. بصوا، وفي كوكيز كتير، في شوكولاتات خاصه بالتزيين كتير. يعني انا بوريكم بسرعه، انتوا اكيد لما هتيجوا هتشوفوا يعني الحاجات اللي انتم محتاجينها، بس انا جاست بوريكم الاماكن بتاعتها عشان لو محتاجين حاجه تعرفوا توصلوا لها بسرعه. هنا بقى هتلاقوا الشوكولاتات الخام، بصوا افضل نوع شوكولاته انا جربته كان ده النوع ده، حلو قوي. كنت بجيب منه الابيض وكنت بجيب منه ده اللي هو بصوا هو الموند، عامل $3.97. حلو قوي يعني، انا جربته كتير وسيحته، حلو جدا جدا وجميل. طبعا في اللي هي تشوكلت شيبس، في كذا نوع وفي كذا حجم منها. طبعا الكاكاو الخام اللي الناس سألتني عليه اهو، ده عامل $8.94. طبعا في سامز وفي كاسكو الحجم اكبر، العلبة اكبر وارخص، يعني ممكن يكون ذا سيم برايس، يعني نفس السعر بس حجم اكبر. يعني انا عندي علبة لسه موجودة كبيرة قوي. هنا طبعا التوابل والملح، بس لو عايزين توابل وملح، يعني توابل حلوة علبها كبيرة واسعارها ممكن تكون نفس السعر، هتلاقوها في سامز وكاسكو بتبقى اكبر. يعني هي بتكون نفس العلب اللي زي كده، نفس العلب الحجم ده، بس مبتبقاش مليانة زي دي بصراحة. انا بوريكم الحاجات اهو، انتوا براحتكم تقدروا تاخدوا من هنا، تقدروا تاخدوا من كاسكو، تقدروا تاخدوا من سامز، من كروجر، من اي حته. انا جاست بوريكم الاماكن وانتوا تشوفوا اللي انتوا عايزينه. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، هنزل لكم باقي السكشنز المختلفه اللي في وول مارت وفي كاسكو وفي سامز وفي كل حته. لو بيعجبكم الفيديوهات دي ما تنسوش تدعوا لي كده دعوه حلوه، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو من كومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني، وتدوني لايك حلو. يلا اقول لكم باي باي، واشوفكم في فيديو جديد.